5 نصايح تحميك من فخ الكريدت كارد. طلعت الكريدت كارد وشغال بيه عمال تسوي شوبينج يمين وشمال، برافو عليك. بس خلي بالك لا تقع في الفخ انك ما بتطلعش فلوس حقيقية من جيبك فمش حاسس بالمشكلة، وبتفوق منها لما ديون الفوايد تتراكم عليك. الكريدت كارد يبقى كابوس. ما تخافش، انت محظوظ انك بتسمع الفيديو ده، ولو طبقت اللي فيه عمرك ما هتكون ضحية للكريدت كارد. بس في الاول انا سلمى الأزاز وده علم الجيب. أول نصيحة، سدد اللي عليك أول بأول في الفترة اللي ما بينزلش فيها فوايد، واعرف ميعاد بداية السايكل ونهايتها من البنك قبل أي حاجة. تاني نصيحة، commit to a budget، واستخدم الكريدت كارد اللي انت محتاجه فعلا مش أي حاجة وخلاص. يعني استخدامك ليه يكون في إطار الميزانية الشهرية بتاعتك علشان تعرف تسدده من غير فوايد. أما النصيحة الثالثة في إنك تستخدم الكريدت كارد بتاعك كتراكنج سيستم ليك عشان تعرف بالظبط حجم مصروفاتك إيه. كلنا بيجيلنا رسائل لما بنستخدمه وبنعرف تاريخ التعاملات عليه من أبليكيشن البنك، بكده هتعرف متوسط مصاريفك الشهرية وتقدر ساعتها تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك. رابع نصيحة، استفيد من الريورد سيستم. لو استخدمت كريدت كارد في معظم أو كل مشترياتك هيكون عندك بوينتس وريوردز كتير تقدر تستفيد منها وتوفر لك فلوس زيادة. ولو طبقت النصايح اللي قبل كده هتكون شخص ملتزم ما بينزلش عليك غرامات، وتبقى كده وفرت مع الكريدت كارد. أما لو أنت من الناس الأدكتد تو ذا كريدت كارد، النصيحة دي ليك شخصيا. في نظرية بتقول out of sight out of mind. لو عايزني أشرحها لك اكتب لي في الكومنتس.